هذه القصيدة بعنوان الحلم، وهي مراسلة شعرية بيني وبين الرئيس عبد ربه منصور هادي. أقول فيها: البارحة في الحلم جاني عبد ربه العمي، قال: ايش تبغى يا الحراكي بالقصيد الفوضوي؟ قلت: انا اقدم رسالة لك عسى ان تهتدي. ايش تبغى بهالصنعة؟ شوفهم يسمونك صبي. قال: لا، انت غلطان، انا الرئيس التوافقي، بحمي الوحدة وبمسح الماضي القسي. قلت: احذر، عبد ربه من علي صالح وعيال الاحمري، هم جريدوا قتل شعبك باسمك يا غبي. قال: حسن الفاظك. قال: حسن الفاظك ولا تغلط علي، ما انت عارف انك تكلم الرئيس خليفة علي؟ قلت: يلعن ابو شكله انت، ومن حطك وريسكم علي، انت بياع القضية، انت واحد مصلحي. قال: ايش تبغى بالمصالية؟ وانا بعطيك 1,100,000 نقدي والكروزر لك هدية ومنصب وزاري ورتبة عسكري. مع السلامة يا عبد ربه، قلنا له انتهى الحديث. قلت: روح من امامي، يلعن ابو اصلك، انا اصلي نقي. شوف فلوسك ما تساوي دم جباري ولا دم الشهيد الحضرمي. قال: ايش تبغى ايها الشيخ الحراك الحضرمي؟ عاد انا ما شفت حد مثلك رفض ما يرتشي. قلت له: مطلبي واضح، تحرير الجنوب العربي، تحرير الجنوب العربي، تحرير الجنوب العربي، وعاش الجنوب حرا أبيا، وأنها لثورة حتى النصر. كلمات الشاعر السير عبد الله الحضرمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.